السلام عليكم خوتي. الفيديو تاع اليوم لفضيلة الشيخ طاهر ضروي، موجه للناس اللي تحصي ربي وما تحمدش نعمة الخالق. ربي يهدينا ويهديهم إن شاء الله. نخليكم مع الفيديو متابعينا الكرام، ولكم التعليق. في الآخر يا ربي اغفر لنا، رانا خاربينها معك وانت راك تعطينا في النعم كل يوم. العاصي كي يجي ياكل النعمة تاع ربي وش يقول؟ يقول بسم الله، اعطاني هذه من الله سبحانه وتعالى، عيب عليا هذوك نعصي فيه، وانا هاو شوف النعمة تاع ربي وراهي. كاين ناس ما كلاتش وانا ناكل. هذا هو الانسان اللي عنده قلبه حي. احنا واش نديروا؟ احنا رانا ناكلوا ونتفرجوا. وش راه يتفرج الله عليه؟ ناكل والموسيقى عند ودني، ناكل ونعصي في ربي. يعني ناكل انا وانت ونغتابوا في السيد. سما النعمه تاع ربي ناكلوا فيها ولا نعصيوا فيها ربي سبحانه وتعالى. علاش؟ لما الانسان يولي ما يستحيش من الله، لان احق الحياء ان يستحي الانسان من ربه الذي خلقه. ولهذا احنا اليوم باش نعيشوا حياه طيبه لازم نصلحوا بيننا وبين الله. كاين حقوق تاع ربي، كاين واجبات لازم ديرها اخويا. اول واجب لا اله الا الله وحده لا شريك له. اول واجب عليا انني انا وين نروح المعبود بحق هو ربي سبحانه وتعالى. يعطيك، يمنعك، هو ينجيك، هو يرزقك، هو يدفع عنك الضر، هو يجيب لك النفع وحده لا شريك له. والان عندي قدوه. شكون هو القدوه تاعي؟ هذاك اللاعب اللي دار منقوشه، ولا هذاك اللي يغني، ولا هذاك اللي يتمهبل في تيك توك، ولا لا لا لا, لا. ماشي هذاك خاطيني انايا. انا القدوه تاعي سيد البشر عليه الصلاه والسلام. على الاقل نحبه، على الاقل هذاك هو القدوه تاعي. ما لحقتش الله غالب. الشهوه تاعي ونفسي والدنيا وصحابي والموفمون كذا، بصح والله غير نبقى القدوه تاعي محمد صلى الله عليه وسلم. نمشي كيما هو ونحب نمشي طريق نتاعو كيما قدرت ندير. الله غالب. قالوا يا رسول الله هذا دائما سكران ويجيو يضربوه ويديروا عنه ويجلدوه كل شيء. ما أكثر ما يجاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام ويحك فإنه يحب الله ورسوله. سكران دافع عليه النبي عليه الصلاة والسلام لأنه يحب الله ورسوله. اللهم إنا نشهدك أننا نحب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. إذن الآن من تبدأ الحياة الطيبة؟ الحياة الطيبة لما تحقق نفسك الانتماء، حقيقة الانتماء. لمن تنتمي أنت؟ على بالكم باللي حنايا في الدراسات الاجتماعية، يعني الناس اللي درسوا المجتمع وحنا رانا نستفادوا منهم كثيرا، نستفادوا من التحليلات نتاعهم، ونحبوا نربطوها بالدين والاحاديث النبويه والقران باش نفهموا المجتمع تاعنا كيفاش يمشي، باش نكونوا واقعيين شويه. ولا لا الانسان ما يكونش جبل القمر. لازم أنا نفهم المجتمع تاعنا، شبابنا واش يحب، واش يحوس، يعني وراه الظلم وراه العدل، واش لازم يكون في الامه هذه. لازم دائما نفهموا الامور هذه. من بين التحليلات نتاع المجتمع تاعنا واش هو؟ عندوش انتماء. لو كان تقول لنا انت لمن تنتمي؟ واش شو ما فهمناش حنا. شنو حنا دول العرب؟ وشنو حنا؟ شت الانتماء واش يدير؟ يولد في الانسان الاضطراب. تولي انت مضطرب، ما عندكش شخصيه. ما عندكش انتماء، ماكش منتمي حتى حاجه. ونقول لك حاجه، حنا داروا لنا جلد الذات، شغل تسخط من كل شيء ننتمي اليه. شغل تلقى انسان يسب دارهم، يقول لك هذه ماشي العائله، ونخرج كامل نحرقهم وندير لهم كذا، ولا يسب الحومه تاعو، يقول لك هذه قريه، هذه حومه، هذه كذا، وهذو كاع ما يسواوش وكاع ما فيهمش الخير، وكاع كيما راهم انا كان نلقى نروح نسبح لاسبانيا، نروح عمان وما نقعدش مع هاد العباد هذو. سما تخيل بلي كل واحد فينا راه يسب في الناس. انا انتمي واصلح. شعيب عليه السلام كان ينتمي إلى قوم مشركين ويطففون الكيل والميزان، مجرمين. مع ذلك لما جاء لهم ودعاهم، قال ادعوا الله ما لكم من إله غيره، أوفوا الكيل والميزان، لا تبخسوا الناس أشياءهم. قاعد يصلح إلا نرجو منك يا شعيبة. قالوا دوك ننزلوا فيك واحد الحكم، نرجموك بالحجر حتى انت خلاص ابقى معاهم. بيني وبينكم الله، اتقوا الله قالهم ولا تخزون. شوف الآن لوط عليه السلام والأنبياء كلهم على ما هربوش هذه، على ما قالش الهجرة لمن استطاع إليه سبيلا، السلام عليكم جرايه، على ما قالهاش. علاه مؤمن آل فرعون، علاه تحملوا العذاب في آل ياسين، علاه تحملوا أصحاب الأخدود
تحملوا العذاب علاه حتى يبين لنا الله سبحانه وتعالى ويسطر لنا أننا نحن لابد أن نصلح في كل مكان كنا فيه. أنت الآن المجتمع تاعنا من جانا الاضطراب، ما على بالناش حنا لا نتبعوا الكوار ولا في المشطة ولا في السروال ولا نديروا هذه ولا واش نديروا في البالون ولا نحبوا نتشبهوا لهم شويه في الصطاد ولا نتشبهوا لهم في المشيه ولا في الطوموبيلات. ما فهمناش روحتنا نهائيا، ما على بالناش شنو نديروا. حقيقة الانتماء يبدأ من لا إله إلا الله محمد رسول الله، أن ربنا الواحد الأحد هو الله، رب واحد لا شريك له. والحاجة الثانية هي أننا ننتمي إلى قدوة واحدة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذاك هو الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام، الناس الجهابدة، الناس التي ضحت بشبابها من أجل ربنا من أجل ديننا، الناس الذين أعطوا لنا قيمة الأخلاق وقيمة المجتمع الطاهر، أعطونا قيمة حقيقية نقدروا نعيشوا بها، وراونا الصح كي يعيش المجتمع بلا سرقة كيفاش يولي نظيف، المجتمع كي يعيش بالحرمة كيفاش يولي نظيف، المجتمع كي يعيش بالأمانة كيفاش يولي نظيف. أعطونا مثال، حتى عاش الرسول صلى الله عليه وسلم في وقته عايش ما عندوش حباس، ما عندوش سجون، ما عندوش الشرطة، ما عنده لا درك، ما عنده حتى حاجة، ما يسحقش، ما عندوش محكمة، ما عنده والو. النبي عليه الصلاة والسلام ما يسحقهمش، ما يحتاجهمش. نقول لك علاه، الناس كاع نضاف. البيبان نتاع الديور، البيبان كي تروح الباب كان غير هذاك الريدو هذاك اللي زار هابط برك، هذا ما كان. تحب تعيط لصاحبك ولا تبعد واحد 30 متر كما كان النبي، ان الذين ينادونك من وراء الحجرات يا محمد يا فلان يا عمر، من بعيد، لانه ما عندوش الباب وين يطبطب، ما كاش. اذا هادو الناس عايشين يروح يبعد 4 شهور 5 شهور وداره مفتوحه، واحد ما يقرب لها. منين جاء الامن هذا؟ جاء الامن هذا من الدين الذي رباهم عليه النبي عليه الصلاه والسلام. اذا الان احنا قدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم، قدوتنا صحابتنا رضي الله عنهم. من تبدا تنطلق الحياه الطيبه عندما يكون عندك انتماء وتعيش انت عزيز. عندي شخصيتي انا نعطيكم برك مثال. ناقش واحد انسان باحث فرنسي وهو ينتمي الى دين النصارى، قال لي انا متنصر ومتعبد وباحث بروفيسور هو. قال لي انتم المسلمون انتم فيكم بزاف امور مش ملاح. قلت له مثال، قال لي انتم تعملوا ديروا هذه وهذه. قلت له نقول لك واحد الحاجه، كاين امور انت ما تذكرهم. قلت له احنا البورطابل كي تكون تهضر نحول لك من الودن نقول لك انتهت المكالمه. قلت له احنا سراقين. قلت له حنايا المراه من منقوشه نحيولها من ودنها نقطعوها لها. قلت له مليحه هذه. قلت له كاينه منها. قال لي كيفاش بصح كاينه منها؟ وقال لك فرحان بها. قلت له لا مانيش فرحان بها. قلت له نقول لك علاش حنا ولينا هكذا، كي بعدنا عن الاسلام ماشي كي رانا مسلمين. قلت له احنا كي بعدنا ولينا بعيد على الاسلام، انتم بعدتونا. قلت له انتم تربينا من اللي حلينا عينينا وحنا في الافلام تاعكم، من اللي حلينا عينينا وحنا في البرامج التربويه تاعكم، من اللي حلينا عينينا وانتم تدخلوا روحكم فينا، حبيتونا نترباو على المنهج تاعكم انتم. قلت له احنا البقايا تاعكم. قلت له حنايا النتيجه تاع الاستعمار تاعكم. احنا وكان خليتونا على الطهاره والنظافه اللي كان عليها النبي عليه الصلاه والسلام واصحابه، ما نسرقوش ما نكذبوش. حنايا شبابنا اللي راهو يجيك وتشوفه يسرق، هذاك من يساوي بعيد على ربي، ما يصلي ما يدير والو. قلت له بصح اروح نديك عند الناس المؤمنين، اروح نديك عند الناس الطاهرين، اروح عاشر ناس طيبين تشوفهم كيفاش يدخلوك الاسلام تاع الصح. قلت له انا حاسبني بالاسلام ما تحاسبنيش بالمسلمين، لاننا حنا كي نقراو القران ونشوفوا الامه القران نلقاو بلي امه القران ماهيش كيما القران. ما لا اذا ما تحاسبنيش على اعمالي راهي شيطانيه. لكن انت كي ولادنا كي جيتوا انتم عند الحدود نتاعنا ومشيتوا للنيجر ومشيتوا لليبيا ودرتوا لنا وزينات نتاع الكاشيات وطبعوا لنا في الكاشيات لاولادنا ودايرين علينا هجمه، اكيد لولادنا راح يولوا يسرقوا يقتلوا يديروا كلش، يقتلوا ماتهم يقتلوا والديهم ويديروا يسرقوا كلش من ديورهم. القرعه تاع الغاز بحال الماء سي نورمال يدير لك هكذا، لانكم بعدتوهم على ديننا. كي تبعد لي الناس على الدين وتمول الامر كيما هذا، اكيد ان الناس يقولوا ماشي ملاح. بس خليني نعبد ربي كيما نحب انا، خليني نتوب لربي، خليني طرونكيل مع بيني وبين الله، خليني في طهاره ونظافه تاع الاسلام الحقيقي النقي الذي جاء به النبي عليه الصلاه والسلام. خلي لي الدين تاعي نظيف، ما تقعدش تخلط لي فيه، ما تقعدش تبعث لي كل دقيقه تخلق لي جماعه جديده. خليني نظيف وتشوف الاسلام تاع الصح، الاسلام الذي فتحت به مشارق الجزيره من آسيا والقارة الهندية وشبه القارة الهندية وغيرها. فتح أكثر جغرافيا فتحت بماذا؟ موش بالسيف، فتحت بماذا؟ بليزامبورتاتور تاع المسلمين. يروح هذا
يروح هذا يبورتي القماش من اندونيسيا، ومشى من مكه ومسلم ويخاف الله، ودخل وقال له شحال بضاعه هايك كيما نحكي لك، يدي معاه من قريش من مكه. راحوا الصحابه رضي الله عنهم يديو ماذا؟ يديو الالبان المجففه، البن المجفف هذاك يعني الفرماج كما نقولوا احنا، ويدي معاه ماذا؟ الجلود كذا و1000 حبه كذا من النوعيه هذيك وهذيك من النوعيه هذيك. انت مسلم عطيتني كي نفتح السلعه نلقاها كما قلت لي ما شاء الله. نبدا نقول هذا الاسلام ماشي نورمال هذا. ومن بعد نعطيك انا سلعه توابل والقماش وكذا، اروح اديهم لمكه، وانت تقول لي شوف على شهرين نكون عندك نجيب لك امانتك دراهمك، وعلى شهرين انا نقعد نستنى وانت تجيني من مكه تقول لي خويا هاك الامانه تاعك، وانا ما ديت عليك لا ورقه ما كاينش الموتان، ما ديت عليك والو، واش جابك؟ او هذا الدين هذا مش نورمال هذا. الناس واش داروا؟ ولاو يدخلون في دين الله افواجا. عدد المسلمين في الشبه القاره الهنديه وفي اسيا اكثر من المسلمين في العرب، وهما اللي متخلقين ولا ماشي متخلقين دركا، اخلاق راهي في اسيا. المسلمين تاع اندونيسيا روح شوفهم في الحج، ماليزيا روح شوفهم في الحج، شوف الناس متربيه في الحج كيفاش دايره. هذوك الناس متخلقين، دخلهم الاسلام بالاخلاق، اخلاق نشره الدين. شوفوا في فرنسا واحد من اخواننا المغاربه مسلم عامي موش انسان لا امام ولا طالب علم ولا قرا قران ولا يعرف حتى حاجه، مسلم يصلي في الجامع عندك يصلي، يروح جامع عندك يصلي في الدار وقاعد يشوف امراه في عمرها 93 سنه تسكن في الطابق الخامس كافره، تروح تقضي وتعاود ترجع، وتعرفوا القبور عايشين وحدهم، كل واحد عايش وحده، سما كل واحد تخلص مع قط ولا كلب. دوك هما واش دايرين؟ رايحه تقضي ماكش اللي يعاونها. اذا الان هو يشوفها جايه يفد لها القضيه نتاعها ويطلع لها يقول لها خلي عليك. اذا يقول هذا الانسان هذا حب يدي دراهم ما حبش يدي دراهم، كاش ما نخلصك؟ لا ما تخلصني ما تخلصينيش. حنا قال لها كي نشوفوا انسان كبير نحترموه ما نخلوش يتعب نوصلوا له. منين انت يا انا مسلم، واش الاسلام هذا يا ديني حاب ندخل في الاسلام. بعد مده وهو يدير لها نفس الطريقه، قالت له اديني ندخل في الاسلام، قال لها انا شوفي ما نعرف لا الاسلام هذا كيفاش يدخلوا له ولا كذا، قال لها نديك الجامع في العصر نديك عند الامام، اداها في العصر عند الامام، دخلت في الاسلام في العشاء ماتت. هادو الناس، هذا الانسان هذا ماهوش امام، هذا الانسان هذا خير دوكا يبقى يهضر عليه الى يوم القيامه، لان اخلاقك تربيتك هي اللي تعطيك واش تسوى انت، هي اللي تخلينا نبكيو عليك نهار تموت. ولو فلان الله يبارك كان مصلي، كان ما شاء الله حاكم روحه عمره تكلم في انسان ولا دخل روحه في حاجه تاع الناس، ولا هذا الانسان الا تقول له حاجه يعطيها لك، الا تقول له وقف معايا يوقف معاك، يبكي معاك يضحك معاك، انسان ما شاء الله. ما تسلقوش بالسلام، هذا الانسان هاي اللي تحكي عليك كي تموت. اما انك انت في عالم اخر ما يحكي عليك واحد، والله تموت وينسوك الناس. ذكرك الحقيقي هو عند الله. من تبدا الحياه الطيبه انك تشعر انك انسان ايجابي، لما تولي تشوف روحك تنفع في الناس، تعيش حياه طيبه، تعيش روحك سعاده كبيره. الحمد لله انا نسوى. كيفاش نسوى؟ انا ما نسواش ترينين قال لي لابسه تاع الجملاين، لا انا نسوى الاعمال تاعي. انا تحبني تشوفني واش نسوى؟ اروح وقف معايا، نهار تضيق بك نوقف معاك، نهار تبكي نبكي معاك، ونهار تجري نجري معاك، ونهار تحبس نحبس معاك. راني معاك انا واقف، وراني في كلامي وفي اخلاقي وفي تربيتي وبشاشتي وابتسامتي راني مسلم معك. انا تما تعرفني، هذه تما كي نهار نغيب تحس لي تقول هذا غاب علينا ما شاء الله كان الله يبارك. اما لبستي نقدر نمشي بالحفا مش مشكله، ماشي هذيك هي السوا، هذيك البس ولا ما تلبسش ربي يعطيك ويمنيك ان شاء الله ويزيد لك ماشي مشكل، بس احنا نوزنك باعمالك. قال النبي عليه الصلاه والسلام يؤتى بالرجل السمين يوم القيامه. سمين ايش معناتها سمين هنا؟ سمين ماهوش لحم وشحم، سمين هنا معناتها هذاك الانسان اللي عنده قيمه عند الناس وعنده منصب وعنده الجاه والدراهم وغير ذلك، ويقولوا سي فلان وسي فلان. لا يزن عند الله جناح بعوضه عند ربي سبحانه وتعالى، ما يسواش. قلبه فارغ، قلبه ميت، عايش من اجل شهواته. كاين الناس هكذا. تعرف انت وقتاش تولي حياه طيبه؟ لما تملا قلبك بالايمان، لما تملا قلبك بذكر الله، لما تعيش من اجل الناس، لما تصلح ما بينك وبين الناس. كاين ناس راك ظلمهم، كاين ناس ماكل لهم حقوقهم، كاين ناس راك هتكت لهم الستر نتاعهم، كاين ناس راك تفضح لهم في العورات نتاعهم، كاين ناس هم اقرب الناس اليك، والديك اللي خلقوك، والديك اللي جابوك راك تبكي فيهم. كاين ناس هم من اقرب الناس اليك، صله الرحم تاعك
عمك خالك وليد عمك وليد خالك، وش ربحوا منك؟ إلا أنك قاطعتهم، سبيتهم، خرجت لهم سرارهم، عملت لهم. خليك هذوك الناس، نسأل الله السلامة، اللي راهم يمارسوا السحر والشعوذة، اللي راهم يضروا في الناس مساكن. رانا نلقاو ناس تروح المقبرة نحفروا، نلقاو ناس مسكينة طفلة مريضة سرطان، منين؟ سحر دينها، السحر. ما تزوجتش، ما كاش السحر. ما جابتش الأولاد، السحر. هذا كيفاش راح يتحاسب عند ربي سبحانه وتعالى؟ الحسد، قلوب مريضة. كيفاش تعيش حياة طيبة أنت؟ كيفاش وأنت ماكل أموال الناس؟ أنت أعطاك ربي منصب، وهذاك المنصب هذاك كليت أمة وكليت حق المسكين هذاك المنصب هذا كامل، وتقول أنني عايش في سيارة مليحة وكذا. والله ما تعيش حياة طيبة. والله ما دام الحرام راه في كرشك، والله ما تعيش حياة طيبة. عمر الكونت ولا عمر كرشك ولا عمر جيبك وعمر خزانتك ولا حبيت واش تعمر، ما دام القلب هنا راه معمر بالفراغ والفساد، ما دام ماكل حقوق الناس، ما تعيش حياة طيبة. من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. كيفاش يعيش حياة طيبة هذا؟ أما الإنسان الذي يرعى أمور الناس، الإنسان الذي يقضي حاجة الناس، النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أمشي في حاجة أخي، نروح معاك نمشي في حاجتك، تبعتني تقول لي يرحم والدك، روح قضي لي هذيك الحاجة، أنت تعرف بالك ربما خير مني. يرحم والدك، روح عمر لي الشاك هذا ما نعرفش نعمر. يرحم والدك، روح دير لي هذيك توسط بيني وبين فلان وما حش يسمع الكلام. يرحم والدك، صلح بيني وبين فلان. أنت كي تقضي هذيك الحاجة، لئن أقضي حاجتي لأن أمشي في حاجة أخي خير من عبادة سنة قيامها وصيامها. لأنك أنت كي تروح تقوم بالليل وتصوم عاشوراء وتصوم عرفة، راك تنفع في روحك، ربي يعاونك ما شاء الله. بصح نفعتنا احنا ما نفعتناش، احنا نحوسوك انسان ايجابي، انسان هنقول لك يلا فلان قلنا هنا. هذه البطولة. شوفوا الان نعطيكم مثال برك. ما هي اكثر الاخبار عن الصحابة رضي الله عنهم؟ مواقف. العلماء الحديث البخاري ومسلم هذول اللي يكتبوا لنا الحديث وكتبوا لنا التاريخ والسيره، التاريخ الاسلامي والسيره النبويه، كي جاوا يحكيوا على الصحابه وامهات المؤمنين رضي الله عنهم، ما كتبولناش حياه الصحابه، كتبوا لنا مناقب الصحابه وفضائل الصحابه. عبوك معناتها المناقب؟ المواقف. انت كي تتخيل تغمض عينك وتخيل ابو بكر الصديق، واحد ما حكى لك على العباده تاعو، كيفاش كان يصلي، ما ذكروا الصيام تاعو. كاش واحد على بالكم كان ابو بكر الصديق يصوم اثنين وخميس ولا ما؟ قليل 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 قليل. عباك شكون يذكروا لنا؟ بطولات. نهار كي النبي عليه الصلاه والسلام حب يخرج من الهجره، قالوا لي معاك، جاب زوج دابات وقالوا لي معاك انا هنا، فوق الضيق كان معاه، قالوا ما وساني احد بماله مثل امال ابي بكر. هذه المواقف. المواقف هما اللي يبينوك واش درت انت. شاب قولوا فلان الله يبارك ما شاء الله، هذاك فلان وليد الحومه تاعنا الله يبارك، وقف وقفه الله يبارك ما شاء الله. واش دار؟ هو اللي صلح بين هذوك العائلات الزوج ما شاء الله، وهو اللي دار هذيك الحاجه، وهو اللي نظم هذيك اللقاء، وهو الانسان هذاك اللي نظف الحي، وهو اللي دار خلق هذه السنه تاع تنظيف الحي كل مره، وهو اللي دار لنا هذيك العفسه، هو اللي دار منا، هو اللي سبتو هذيك البطوله. هاي البطوله منا يخلد ذكرك، إذا حاب تعيش حياه طويله منا تخلد الاذكار. اما عبادتك اعبد الله مليحه، صلي، صوم اثنين وخميس، صوم 3 ايام من كل شهر، اذكر ربي، روح صلي في الصف الاول مليحه. بصح ماشي هذوك ماشي ينفعونا احنا، ينفعوك انت برك. احنا حابين المسلم يخرج برا يورينا الاسلام تاعو، يورينا لما يوقف موقف بطوله شهاده الحق. نعم هذا خويا بابا ويما بصح هو ظالم، انا اللي كنت شاهد. ايه على بالي بلي خويا بابا ويما عائله وحده انا وياه، بصح انا نوقف مع هذا، خاطش هذا خويا هو اللي ظلم. هاي البطوله الحقيقيه، لما تكون انت تجابه هذيك الرحم نتاعك في اطار الحق، لما تجابه الشهوه نتاعك في اطار الحق. قال انا شوف بعض عباك واحد الكلمات يقولها المفسرون، يعني يعطيك جمال في القران، يعطيك جمال في القران. وش يقولوا بعض العلماء؟ يقول لك امراه العزيز وش قالت؟ قالت من الان حصحص الحق انا روتها عن نفسي. قالوا امراه العزيز خير من 1000 رجل. امراه تاع صح، لأن يعني الحق هذا ولا غلط، أنا غلط. هذا الراجل هذا يوسف عليه السلام إنسان، هذا إنسان وليد فاميليا، أنا الغلطان. هيا نكونوا كما امرأة العزيز سيدي. شوف كيفاش رجولة ولا لا. شوف أحيانا الإسلام وش دار لك القرآن؟ اذكرها على بالك، اذكرها القرآن، خلاها لك هنا حاصرة حتى اليوم القيامة. لما تشوف امرأة العزيز يا خاه مالا وانا وشني داير، لازم نعاود نرجع كيف امرأة العزيز وغلطت حياتها،
وقادر الزوج تاعها بكز امام زوجها، قادر الزوج تاعها يقول لها برا خرجي من داري، واش كديري فيه في القصر تاعي؟ جبتي لي العار. مع ذلك الحق هو فوق كل شيء. قالت وما ابرئ نفسي، ما كاش انا ما نبرأش نفسي، انا غلط. وشكون يقول فينا الكلام هذا؟ هاي البطولات هذه هي اللي تعطي رجولتك، تعطي وجودك. تقول لنا انا فلان، نقول لك نعم صح انت فلان، انت فحل راجل ما شاء الله. بماذا؟ ببطولتك. اما العبوديه اللي بيننا وبين الله مطلوبه واصاله وركن وواجب، ولكن بينك وبين ربي. احنا الاسلام لا نريد منك الا اننا نشوفك مسلم في الميدان. هذه الحياه الطيبه لما تشعر انك تعيش بحق. منا كي نتكلموا الكلام هذا كامل ويعرف روح الانسان وراه موجود واش راه يدير في الدنيا هذه. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون افحسبتم انما خلقناكم عبثا. ابن عباس قال عن بالكم ربي قال لكم انا نخلقك باش تروح تلعبوا، ويوم القيامه كي يديك ارواح اوقف بين يدي واش كنت دير؟ والله كنا نلعبوا كنا قصاني في الحومه وخلاص. ايه من بعد واش درت واش عملت؟ خلقتك انا اولا نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. عشت 40 و50 و60 سنه، اعطيتك عمر وكلتك وشربتك، واش كنت دير في الحياه؟ والله لو كان توجد جواب لهذا السؤال مع ربي راح يسالك يوم القيامه، وراح يسالك. لو كان نوريك طريقه الاسئله راح يسالها لك، اقسم بالله غتسقم روحك. لا تزول قدم عبد يوم القيامه حتى يسال عن 4. هذه هي شبابك، عشت شباب ياك لاباس هانيه الحاله، اعطيني واش درت فيها. المال عطيت لك مال، عطيت لك مال. المال ماشي لازم نقوده، المال العافيه مال، الارض اللي تمشي عليها مال، الصحه مال، الدراهم مال، الذهب مال، الفضه مال، العلم مال، كل حاجه من هذوما مال. هذاك المال اللي عطيته لك انا واش درت به؟ منين جبته؟ قبل كل شيء منين جبته؟ جبته بالحلال ولا بالقوش والضروات؟ وقاعد تسمي فيها قهوه وشطاره ونافيغي وانت راك في السرقه. سما السرقه ولي تقول لي نافيغي، ولا الرشوه ولي تقول لي قهوه، وتقول لي حقي ثانيه سميته حقك. وري لي دراهمك منين جبتهم، ويسالك على كل دينار. كملنا معك ومن جبتهم؟ اعطيني وين حطيتهم. أنا سرقتهم منها، سرقت بوسطة تاع الإنسان ودخلت للدار هذيك وسرقت لهم الذهب، والعشية رحت شريت بهم الكاشي مليح. تسمى أنت ما سلكت منين جبتهم وما سلكت وين ديتهم. أي نعم، خاطرش أنت ما عشت بكلام الله، عشت بواحد الآية عطاها لك إبليس. الآية تاع إبليس وش هي؟ هاد الدراهم الحرام يروحوا في الظلام، وقاعدين ندوروا في هذا الروضة احنا. دراهم الحرام يروحوا في الظلام. مادام أنا سراق في النهار، إبليس قال لي روح تسرق، شوف روح. وأنا سرقت، ومن بعد وش يقول لي؟ يقول لكم بعد امام على بالك ابليس يفتي لك، يقول لك اسمع هذو دراهم حرام على بالك، ما تديهمش، ماوش تداوي بهم، لا تعاون بهم خوك راح يتزوج، لا راح تدي يماك العمره، لا ماشي. اسمع هادو راهم يروحوا في ديسكوتيك، لازم يروحوا في الظلام هادو، ما تاخذش. ومن بعد النهار يهديك ربي سهله. هيا روح زيد في الليل، تولي تعصي في النهار وفي الليل، تدور الروضه مليح، من بعد تولي تعيش بوحي ابليس. دراهم الحرام يروحوا في الظلام. هكذا يبقى يعيش الانسان حياته. وحنايا لا احنا ما عندناش هذه الحياه، والله ما احنا بتاع هذه الحياه. ولذلك سيسالك الله، يقول لك العمر شحال عشت كذا وكذا، اعطيني واش درت، واش كنت تعمل؟ رقاد، تليفون. احنا هكذا كنا في التسعينيات كي كنا صغار ثاني هكذا، يدونا في لاكولوني كذا، يحكوا لنا لي مونيتور هذوك، ربي يحفظهم ما شاء الله ويجازيهم خير علينا. هذوك واش كانوا يعرفوا هذاك الوقت، ولكن رباونا جزاهم الله خير. يقولوا لنا شوفوا، اسمعوا مليح، حياتكم رايحه تضيع، ثلثها في النوم. حاولوا هذوك الثلثين تكونوا نشطاء فيهم. دوك الانسان كي يعيش 75 سنه راح يحسب 8 سوايع في النهار تاع رقاد، يلقى روحه 25 سنه رقاد راحت. بقات 50 سنه، نحي منها واحد 15 سنه ولا 20 سنه تاع الطفوله واللعب وكذا. بقات لك هذيك ال 20 سنه و30 سنه انت رحت فرغتها كامل وانت تدي في اخبار الناس وتجيب، وراهم داروه مربحوه وراهم خسروه وراهم فلاشتوه ضربوه وقتلوه عملوه كذا. ان الله كره لكم قيل وقالوا كثره السؤال وضيعه المال. راح تضيع الحياه. خليك من هذه الحكايه، خليك من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هاي على الحق ها. اذا انتايا من تركه ما لا يعنيه، خلينا من هذه الامور هذه. ولهذا انت لو كان توجد الاسئله، اسمعني مليح،
شفت الاسئله هذوما، انا نقول لك حاجه، وجد لهم الجواب ورجع لي خبر لما تبشر ربي سبحانه وتعالى. ومن بعد وحدك تقول هذا المخدر شيء دير عندي انا هنا، لا حبس هنا، حبس كيما راني، السرقه هذه حبس كيما راني، عيوب الناس حبس كيما راني، النظر الى الافلام الخليعه حبس كيما راني، سمع الموسيقى حبس كيما راني، حبس هذو كيما راني. والاخرين اللي فيهم الخير، رياضه ونلعبوا ونروحوا نديروا نلعبوا بالون نديروا كذا، ما كملهم ماشي مشكله، روحوا نحوسوا موالفين نحوسوا، نخرجوا نحوسوا بصح ما ندوش معنا دعوه الشر، نخرجوا نكملوا نحوسوا ماشي مشكله. الجماعه هذه مش مليحه، حبس مع الجماعه هذه، روح الجماعه المليحه، ندير صحاب جدد ماشي مشكله، لان المساله حياه وموت، مساله جنه او نار، هذه هي اللي لازم ديرها. ديروا بالكم حاجه يا شبابنا، بل الحياه ما تعاودش. شوفوا اليوم نعطيكم كلمه بمناسبه اليوم، خرجوا نتائج تاع البكالوريا اليوم، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يوفق ويبارك لكل من نجح. ان شاء الله هذا النجاح تاعهم تاع اليوم هذا تاع البكالوريا يكون سببا في نجاح البلاد والعباد، ويكون سببا في نجاحهم في الدخول الى الجنه يوم القيامه ان شاء الله. والناس اللي ما جابوش، نسال الله عز وجل اللي ما جابوش هذا الباك هذا العام هذا وفي كل عام، نسال الله سبحانه وتعالى ان يكون هذا الرسوب تاع نتيجه الامتحان برك، يكون الرسوب في الامتحان هذا سببا في نجاحهم في الحياه، هو السبب الانطلاقه تاعهم ان شاء الله. ويكونوا باذن الله هذا الناس سواء عاودوا ونجحوا ولا ما عاودوش وراحوا في صنعاء ولا دار اي حاجه، ان شاء الله تكون هذه هي منطلق نتيجه البكالوريا اللي ما خرجش انت في القائمه، ان شاء الله عدم خروجك في القائمه هو يكون سبب انطلاقه جميله في حياتك ان شاء الله. هذا الشيء اللي تشوفوا فيه انت يعطيك درس في الحياه، والله غادي يمد لك درس كبير في الحياه. شوف الان النجاح، اتصور النجاح عمل كبير، نجاح بصح كاين نجاح معنوي تاع دنيا، يقدر نجاح تاع الدنيا يدخلك جهنم. يقول فلان لأن النجاح يسموه نجاح نسبي، هو إنجاز نسبي، وأما الفوز فهو إنجاز مطلق. دوك نفهمكم، النجاح هو إنسان يقدر حاجة، أنا حاب نفتح حانوت لهيه ونبدأ نخدم ونضم الدراهم ونروح نقول فلان تكري لي الحانوت هذا، هاك خلص جيب السلعة جيب خدامين ونبدأ نخدم، وتبدا بعد افتح حانوت واحد اخر نزيد نفتح لهيه، نجحت كاين ما شاء الله دراهم وكذا، فلان نجح. هذا نجاح ولا ماشي نجاح؟ بصح نقدر هذاك النجاح ينسيني في ربي، ونقدر هذاك النجاح يزيد لي من ذكر الله. بالك المال هذاك نقول الحمد لله على نعمه الله، ونزيد ننفق ونبني المساجد ونولي نذكر ربي ونقول الحمد لله يا ربي على نعمه تاعو، ونروح نحج وندي ناس يحجوا وندير كل خير، نبني المساجد ما شاء الله. ويقدر هذاك النجاح بذاته، لا تلهيكم اموالكم واولادكم عن ذكر الله. يا فلان ماشي تاكل تسلم معانا، والله غير راني مشغول عندي كذا، باك خدامين والسلعه كذا، ما صليتش يومين ثلاثه اربعه راح. اذا المال هذاك واش دار لي؟ انا نجحت بصح ما على باليش النجاح ممكن يدخلني الجنه ممكن يدخلني النار. هذا هو النجاح. كاين ناس جابوا البكالوريا كانوا معنا في الجامعه، العام الجاي ختم القران عندنا وربح الباب، عام واحد ماشي عام، 6 شهور تلاقيت معه المقوشه هنايا، فدخل جامعه طه. نسال الله يهدي الجميع على كل حال. اسمع يعني النجاح يقدر يديك الجنه يقدر يديك النار. وكاين ناس ما كانوش يصلوا جابوا البكالوريا دخلوا الجامعه ولاو من اتقى الناس، دور عقله ودخل طاح في ناس ما شاء الله كذا حكم. اذا شوف كاين هكاك مساله ماذا؟ توفيق من الله، وانت واش حاب. اذا النجاح الدنيوي لا معنى له عند الله الا اذا تلبس بالايمان. كاين حاجه اللي دائما مليحه وشنو هي؟ الفلاح. قد افلح المؤمنون، قد افلح من زكاها، فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز. الفوز الحقيقي ان يرضى عليك الله، الفوز الحقيقي يحبك الله، الفوز الحقيقي يهديك الله، الفوز الحقيقي ينجيك الله، الفوز الحقيقي يكرمك الله بالفردوس الاعلى، جعلني الله واياكم من اهلها. هاو الفوز، شفت الفوز وراه هنا من هنا تنطلق العمليه اللي انا وانت لازم نحوسوا عليها. كيفاش نلحقوا الفوز الحقيقي هذا؟ اما في الدنيا انا وياك نخدموا، واحد دار ثروه، واحد جاب شهاده، واحد شرى سياره، واحد دار زوجه، واحد دار ذريه طيبه، واحد شرى ارض، واحد دار مزرعه. هذو نجاحات مش ما عندهم حتى معنى. هذو يقدروا يدوك الجنه يقدروا يدوك النار. تعرف النجاح الحقيقي انك تستثمر الحاله اللي راك فيها وتدخل بها الجنه.
عندك الغنى، استثمر الغنى ادخل به الجنه. عندك الفقر، استثمر الفقر ودعي ربي يرفعه عنك، مش مشكل. يعني ما تخافش. دير في بالك باللي ربي سبحانه وتعالى كي يوفقك كي يعطيك العقل تفكر به، هذاك هو الصح. يعني دير بالك باللي المصيبه وين راهي؟ في فقر منسي وغنى مطغي. انك تولي طاغيه بالغنى، او انك تفقر الى درجه انك تنسى الله وتولي تبيح لنفسك انا زواري، الله غالب، انا نقدر ندير كلش. وعلى مسكين، على العاطفه الغير شرعيه، معليش نسرق، الله غالب راك تشوف حالتنا كيفاش، لازم نديروا هكذا، انا عايشين في الفوضوي، لازم نسرقوا، لازم نديروا هذه، لازم نبلعوا، لازم كذا باش ننساو باش كذا. هذا فقر منسي. الفقر ان يخليك ترجع الى الله وتدعو الله وتعمل وتدير سبه، ولعل الله يعني يعطيك ويغنيك. وهذا هو الغنى الحقيقي. ويمشي الانسان ويستثمر امره وان شاء الله ربي يفتح عليه، وبعد تولي الامر لله، يعطيك ولا ما يعطيكش. الاهم اننا نحمل ايمانا ندخل به الى قبورنا. هذا هو اخواني الكرام، الثبات. انا انصحكم، وان شاء الله ما يكونش اخر لقاء بيني وبينكم ان شاء الله، بس راح نعطيكم نصيحه، لان احنا ماشيين في الحياه وما على بالناش وقتاش ربي يقبض الارواح، ونسال الله يطيل اعمارنا وعماركم في طاعه الله. انا انصحكم حاجه، ربي سبحانه وتعالى اعطى لاخواننا الذين هم بين ايدينا هنا قلوب طيبه، واذان راهي صاغيه الحمد لله. يعني لازم تكون الاخوه فيما بينكم، تعاونوا فيما بينكم، تناصح، اقبل نصيحه من الصغير من الكبير، من اللي تحتك من اللي فوقك، اقبل نصيحه. الامر الاخر، خير من التفاضح، خير من اللي نروح ليه نقول له شفت فلان اليوم اشتريت له كذا كذا، لا ما نقولوش ليه، نروح لعند صاحبي نقول له فلان على هذاك دير في هذه الحاجه هذه، نصيحه، خلي دير حاجه بينك وبين الله، اعمل حاجه وبينك وبين الله، هذه وحده. ثانيا، شوف، لا تترك الحياه نتاعك تمر ما يكونش عندك عمل بينك وبين الله، سر بينك وبين الله، لازم دير سر بينك وبين الله. اما انك تحكم مكان تذكر فيه ربي، واحد ما يجيب لك خبر، او انك تعمل على صدقه ولو كانت 1000 فرق خبزه كل يوم نديها، واشهد يا ربي اني قليل، وكل يوم ندي خبزه للعائله الفلانيه ما عندهمش، هذا واش قدرت، والله غير ربي يرفع مقامك. كل يوم واحد ما يسمع بها، ولا المراه تسمع بها، زوجتي ما تسمعش بها. اجعل سر بينك وبين الله، ركعتين مخبيين وحدهم، نهار تصوم واحد ما يسمع بها، ذكر لله واحد ما يعرف بها، حاجه بينك وبين الله حتى تدخل قبرك وما يعرف بها واحد، ديرها ما تخليهاش تروح. الحاجه الثالثه، صفي قلبك مع الناس، وارضى الخير لجميع الناس، وتمنى لجميع الناس الخير. شوف، عدوك وتمنى له يتوب الى الله، عدوك تمنى له انه ربي يهديه. هذا الذي اطلبه منك انا. عمرك في حياتك ما تمنى الشر للناس. عندنا مشكله في المجتمع تاعنا، رانا حابين ننجحوا على حساب خساره الناس، نتمناو الناس يخسروا باش نربحوا احنا. علاه لازم يخسر فلان باش تفرح؟ علاه رانا نفرحوا بخساره الناس؟ علاه كي يسمعوا مصيبه نزلت على الانسان قلبنا يتلألأ فرحا؟ عند بعض الناس نسال الله السلامه والعافيه. علاش رانا حابين ننجحوا حتى فلان يطيح باش ننجحوا احنا؟ ينجح هو وتنجح انت، رحمه الله واسعه. يقدر هو يدير دراهم وانت تدير دراهم، ويقدر هو ربي يهديه وانت ربي يهديك، ويقدر ربي يدخل الجنه ويدخلك الجنه. الجنه يوم القيامه يدخل ربي فيها ناس وتتعمر ويزيد يوسعها حتى تولي فارغه ويخلق لها ناس جدد ويعمرها بها. كاين اللي تسع ما تخافش، الضيق راه هنا عند قلوبنا، احنا ضيقنا قلوبنا فضاقت علينا منافذ الدنيا. والوصيه الاخيره، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ربي راه يجوز عليك واحد المواقف انت ماكش منتبه لها، تكليفي لك الروده في طريق، تمرض يوجعك راسك، توجعك الدرسه، مشكل بينك وبين زوجتك، مشكل مع العائله، مشكل مادي، ضاق الدين، مشكل صحي، اي حاجه، مورال هابط، ساعه ناقصه، هذيك هي الامتحان تاعك انت. تم ربي قال لك راني درت لك هذه، شوفك لا تتقي الله ولا اللي يجي يمسك تكفر بربي. علاه كفرت؟ ياك انا امتحنتك، انا خلقتك، امتحنت لك، درت لك الظرف هذا، مشكل عائلي، وراني نستنى فيك نشوفك لا تتقي الله ولا لا تخاف ربي فيا ولا الا خفت الله وقلت انا شوف حتى ورا يضايق بيا وحتى ورا كذا ما نقولش هذيك وما نديرش هذيك وما نسرقش هذيك، نبقى نمشي الشيخ الامام، هاي المشكل تاعي واش ندير هذه، نبقى ندير هذه، معليش
حتى ولو بقى نبقى ندير هذه، قال لي الامام دير هذا، ربي قال لي دير هذا، نبقى مع هذه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. اذا ما اتقيتش الله حتى ولو تشوفها تفتحت دير بالك باللي خسرت في الامتحان. لازم تتقي الله، عمرها ما تتفك بالحرام. ايش فهمني الكلمه هذه؟ عمرها ما تتفك بالحرام. اللي يظن نفسه فكها بالحرام دير بالك باللي راه عقدها وما على بالوش، زاد دار عقده على عقده وما على بالوش، زاد غرق نفسه. نسال الله يهدينا جميعا. سمحونا طولنا عليكم، ولكن كي شفنا الطيبه تاع القلوب حلات لنا الهضره، ولو كان نقعدوا هنا نجيبوا الصباح. ربي يحفظكم وسامحونا على كثره الكلام بزاف، ونسال الله سبحانه وتعالى يهدينا جميعا. واذا كان اصبنا راه من عند ربي سبحانه وتعالى، وإذا أخطأنا راه في من النفس ومن الشيطان. نسأل الله يهدينا جميعا، يغفر ذنوبنا جميعا. نسأل الله يبارك لخونا رضوان، يبارك عليه ويجمع بينهما في خير. نسأل الله سبحانه وتعالى شبابنا نزيدوا نعاودوا الدعوة الزينة، شبابنا اللي ما تزوجوش إن شاء الله كامل يتزوجوا إن شاء الله بالزوجات الصالحات، ويغنيهم الله من فضله. آمين. شوف الآمين خرجت من القلب يا الله يبارك ما شاء الله. الله يغني كل فقير، الله يوسع على كل انسان ضاقت عليه الدنيا. ربي ان شاء الله يفرج علينا الكروبات، ان شاء الله ربي اخي بين القلوب، والله يصلح احوالنا جميعا يا رب العالمين. نسال الله كما جمعنا في هذا المجلس ان يجمعني واياكم في الفردوس الاعلى في مقعد صدق عند مليك مقتدر. واستغفر الله والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم وربي يجزيكم. انتهت الحلقة اليوم. ربي يحفظكم وعقوبة لكم الصغار، عقوبة الشباب.